تخيل لو جه اليوم وبقت العملة اللي بتتعامل بيها هي عمرك، وكل ما تحب تشتري حاجة عمرك ينقص، ولما بتشتغل بتقبض وقت مش فلوس. حاجة غريبة مش كده؟ تعالوا نعرف ايه الحكاية من ملخص فيلمنا النهاردة. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل ملخصاتنا الجديدة ان شاء الله. الفيلم بيحكي ان في سنة 2169 هيتم اجراء تغيير في الهندسة الوراثية للبشر علشان يوقفوا كبر السن والشيخوخة، وهيعملوا التعديل ده اول ما يوصلوا لسن 25 سنة. وبمجرد ما يعملوا التعديل ده هيظهر على ايد الشخص عداد بيقل، وبيقول له انه فاضل له سنة واحدة وبس، والوقت بيقل، والمفروض انه يعمل حاجات كتير في خلال السنة ويشتغل اكتر علشان ياخد وقت ويفضل عايش اكتر مدة حسب الوقت اللي هيحصل عليه. لكن القانون ده بيمشي على الناس الفقراء وبس، لكن الاغنياء ليهم نظام تاني خالص. حتى دي فيها غني وفقير، ده الاعمار بيد الله. المهم هيعملوا مناطق زمنية علشان يفصلوا فيها بين الأغنياء والفقراء، وبتكون أغنى منطقة اسمها نيو جرينتش. وبنشوف ويل، وده واحد عايش مع أمه رايل في شقة بسيطة ومعهمش فلوس، سوري نسيت، قصدي يعني وقت تكفيهم يعيشوا يوم واحد. ويل عاوز يلعب مباريات قتالية علشان يكسب مبلغ يعيش منه، لكن أمه بتمنعه. ويل كان ماشي ولقى بنت صغيرة اسمها مايا واداها وقت من عنده علشان تفضل عايشة. بعدها راح شغله في مصنع وجبات، وكان معاه صاحبه بيلي، وكانوا متعودين إنهم كل يوم يشوفوا ناس بتموت لأن وقتهم خالص، وكانوا بياخدوا اجرهم عباره عن وقت زياده على ايدهم. لكن اصحاب المصنع بيتلككوا ليهم ويقولوا انتوا ما اشتغلتوش كويس وهنقص من الاجر، اقصد الوقت اللي هتاخدوه. وفي يوم ويل راح يلعب ويراهن على ساعه ايد كان مداين بيها واحد، وكان معاه صاحبه بيلي، وكان شارب على الاخر. ويل اخد باله ان في واحد غني جدا اسمه هنري موجود معاهم، وطبعا هو عارف ده من السنين الكتير اللي على ايده، يجي 100 سنه كده. ويل حذره ان المكان ده مش على مقامه ومليان عصابات بتسرق الوقت. ولسه ما خلصش كلامه لقى فورس زعيم العصابه بيقول لهنري تعالى لعبني مباراه على الوقت بتاعك. الكل جري وهرب الا ويل، استخبى علشان يشوف اللي هيحصل. هنري وافق على اللعب وقال لهم دقيقه واحده واجيلكوا، وراح الحمام وكان معاه واحد من العصابه ماشي وراه. ويل راح وراه وضرب الحارس وهرب هو وهنري من الباب الخلفي، وجري ودخلوا جوه مصنع مهجور ومقفول. ويل سأل هنري واحد غني زيك جاي يعمل ايه هنا؟ قال له انا عشت كتير في حي الاغنياء وزهقت، بقالي 105 سنه عايش ومليت. ويل قال له انت مفتري وما تعرفش اننا هنا بنتخانق على الدقيقه والناس بتموت بعض على الساعه والنص ساعه. وبعدها ناموا في المصنع. ولما النهار طلع هنري صحي قبل ويل ونقل كل السنين اللي معاه لويل، وخلى لنفسه 5 دقايق بس. يا للدرجه دي انت زهقت من حياتك؟ يلا هو رزق ويل. ولما صحي ويل لقى مكتوب على الازاز رساله من هنري بيقول له ما تحاولش تضيع الوقت. ولما بص من الشباك لقى هنري قاعد على الكوبري وفاضل له دقيقتين بس. وقتها كان في كاميرات مراقبه على الكوبري. ويل راح لهنري وما لقاهوش، عرف انه مات. وقتها جري على بيت صاحبه بيلي علشان يقول له على اللي حصل، وشاف مراته ريتا وابنه اللي لسه مولود. وبعد ما حكى له اداله 10 سنين هديه منه ليه، ومشي راح لامه بس ما لقاهاش، وكانت في مشوار بعيد وكان فاضل لها ساعه ونص وتموت، ومعاش حق الاتوبيس علشان ترجع البيت، ولو رجعت ماشيه هتموت في الطريق لان المشوار ساعتين. وقتها جريت علشان تلحق تودع ابنها، وهو كمان جري علشان يلحقها ويديها وقت تاني زياده. وللاسف لما تقابله كان خلاص الوقت بتاعها خلص وماتت على دراعه. وتاني يوم الشرطه لقت جثه هنري في الميه، وكان المحقق ليون عاوز يعرف مات ازاي، وبدا يحقق في الموضوع. ليون راح يراجع الكاميرات، ما شافش هنري وهو بيقع في الميه، لكن شاف ويل وافتكر انه سبب وفاه هنري. وفي الناحيه التانيه ويل كان عاوز ينتقم لموت امه، وراح اجر عربيه ليموزين وعمل نفسه انه واحد من الاغنياء، وراح مدينه جرينتش بتاعه الاغنياء، ونزل في فندق حلو، وكل اللي بيعمله ده بينقص كتير من الوقت بتاعه. وقتها شافته واحده من الطبقه العليا اسمها سيلفيا وهو بياكل في المطعم وهي بتبص عليه. ويل وهو بيحاسب على الاكل بيدفع بزياده. الويتر قالت له انت لو هتروح الكازينو هتحتاج لبس غير ده. وبنشوف ليون وهو بيراقب ويل من خلال عداد الوقت بتاعه، وعرف مكانه وجاب السجل بتاعه، وعرف ان ابوه كان مسجون زمان. وبنشوف ويل وهو لابس البدله التمام وداخل الكازينو وراسه براسهم، لكن الامن قال له انت مش عضو عندنا، لكن ممكن ندخلك واخد منك سنه زياده. ولما دخل عرف ان في شخص اسمه لويس، وده رجل اعمال بيسلف الوقت وبيرهن الوقت بفلوس كتير. وقتها دخلت سيلفيا علشان تتفرج عليه وهو بيلعب. ويل هيراهن بوقته كله، وفعلا كسب كتير واخد دعوه للمجموعه الاعلى. ويل بعد ما كسب وقت كتير راح اشترى عربيه احدث موديل، وكان هيروح بيها حفله المجموعه العليا. سيلفيا كانت مستغرباه وعاوزه تعرف حكايته، وطلبته للرقص، وقالت له انت مش من هنا، انت جاي جديد بس حاسه انك من مكان فقير. وقالت له انها دايما بتحسد الناس اللي في الحي الفقير لانهم عايشين حياتهم بحريه، وده لانها مخنوقه من الحراسه اللي ابوها معينها ليها وماشيين وراها في كل مكان، وهي نفسها تهرب وتعمل حاجات مجنونه وتروح البحر وتنزل فيه، والحاجات دي عند ابوها تعتبر غباء وحماقه. لكن ويل اخدها للبحر ونزلها الميه وقال لها اعملي اللي انت عاوزاه.
الحراس بدأوا يدوروا عليها وهي راحت معاهم علشان ما يحصلش مشكلة، لكن وقتها جاله المحقق ليون علشان يستجوبوا في موت هنري واخدوا معاه مكتبه، ولما حكى لهم على هدية هنري ليه محدش صدقه واخدوا كل الوقت بتاعه منه وسابوه ليه ساعتين بس. ليون قال له انا اعرف ابوك من زمان. وفي الوقت ده جت سيلفيا ومعاها لويس علشان يطمنوا على ويل، واثناء ما ليون بيتكلم معاهم ويل ضرب الحراس واخد مسدس وهرب، وعمل نفسه ماسك سيلفيا وبيهددها بالمسدس، واخدها ومشي بيها بعربيته، وليون وراه مش سايبه وبيخبط عربيه ويل من ورا، لكن ويل لف عربيته وجري منه وهرب وخلى عربيه نقله تخبط عربيه ليون. ويل كان عاوز ياخد سيلفيا للحي بتاعه، وهو ماشي كان بيبص على كاميرات المراقبه وما خدش باله من الاسنان بتاعه المطبات اللي خلت عربيته تتقلب بيهم، والاتنين غابوا عن وعيهم. وفي الوقت ده شافتهم عصابه فورس اللي بتسرق الوقت، واخدوا وقت سيلفيا لانه كان كتير، وسابوا لها نص ساعه وسمعوا صوت عربيات الشرطه وجريوا بسرعه. ولما فاقت سيلفيا اكتشفت انها هتموت بعد نص ساعه، وقالت لويل هعمل ايه دلوقتي؟ انا بسببك بعيده عن مدينتي وهموت. ويل اداها من وقته وقال لها تعالى رجعك تاني لمدينتك، مع انه معهوش وقت زياده زي الاول، بس برضه بيفضل زي ما هو، اي حد بيحتاج وقت بيديله. ليون وصل المكان وشاف العربيه وقال مش هجري وراه خلاص شويه وهيموت، دول هم ساعتين وهيعدوا. نروح لويل وهو رايح لصاحبه بيلي علشان يساعدهم، لكن مراته بتقول له انه شرب كتير ودفع الوقت كله ومات. وقتها ويل كان عاوز ينقذ سيلفيا باي طريقه، شاف حلق غالي معاها اخدها وراح يبيعه. ساعتها كان المحل قفل، بس صاحب المحل كان جوه، ولما شاف قيمه الحلق وعرف انهم مزنوقين لان العداد كان فاضل فيه ثواني، اخدوا بتمن قليل ودفع يومين فيه، وهم وافقوا بسرعه علشان يلحقوها قبل ما تموت. وراح ويل يكلم ليون في التليفون وقال له سيلفيا معايا، وعلشان ارجعها لازم تروح توزع على اهل الحي بتاعي 1000 سنه. ليون قال له انت كده بقيت مجرم. ليون راح لابو سيلفيا وده اسمه فايس وقال له على المطلوب منه علشان بنته ترجع، لكن فايس رفض مع ان ال1000 ساعه دي بالنسبه ليهم ولا حاجه. ويل راح شقته هو وسيلفيا ولبسها من لبس امه وسالته على ابوه، قال لها كان محارب شجاع وعلمنا القتال، حتى شوف ازاي ممكن اللي بيلعب معاكي يفتكر انه مسيطر لكن تقلبي المباراه وتكسبيه في ثواني وتاخدي الوقت بتاعه. قال لها ان عرف ان ابوه مات في مباراه لعبها وخسرها واخد وقته، ويمكن يكون اتعمل عليه مؤامره. وكل واحد حكى للتاني اللي حصل له لما تم 25 سنة. ويل قال لها أول حاجة إني خسرت سنة من وقتي علشان كان علينا فلوس، وهي قالت له صحيت من النوم لقيت أبويا حط لي في العداد 100 سنة. ولما صحيوا من النوم شافوا طابور كبير من الناس وقتهم بيخلص ومستنيين اي جمعيه خيريه تساعدهم. سيلفيا اتضايقت من اللي شافته وعرفت ازاي الوقت اللي عندها ملوش تمن عند غيرها حياه او موت، وعرفت ان ابوها والناس اللي في المدينه عايشين على حساب ناس بتموت. ويل قال لها تعالى رجعك لابوكي وهي ما رضيتش تروح، قالت له هفضل هنا واشتغل معاك. ويل اداها سلاح وقال لها دافع عن نفسك لان في عصابه بتسرق الوقت. سيلفيا كلمت ابوها وقالت له انها مش راجعه، وهو طلب من ليون يجيبها. وفعلا خلصت المكالمه لقت ليون هيقتل ويل، راحت ضرباه بالنار، وقبل ما يموت ويل راح واداله وقت على ما زمايله يجوا ينقذوه، واخد عربيته ومشي هو وسيلفيا، وفعلا زمايل ليون جم وانقذوه. سيلفيا بتقول لويل ما ينفعش نهرب بعربيه الشرطه. وقتها ويل عمل نفسه ظابط ووقف عربيه ماشيه واخد من صاحبه العربيه الحلق والوقت بتاعها، وساب لها يوم بس، هو كان متاكد انها غنيه وهتتصرف مش هتموت، واخدوا عربيتها ومشيوا. وقبل ما يوصلوا لمدينه الاغنياء شافوا في الاخبار انهم مطلوبين للشرطه. ويل قال لها روحي انت وارجعي، بس هي ما رضتش تسيبه. في الوقت ده ليون راح لفايس وقال له ان ويل مش خاطف سيلفيا ولا حاجه وهي معاه بارادتها، لكن لويس قال له خد كام سنه وقت واسكت وما تقولش كده لابوها. ليون رفض وقال له الطبيعي نقبض على ويل لو سيلفيا كلمتني واستنجدت بيا. نروح لويل وسيلفيا وهم بيتفقوا انهم يعملوا عمليه سرقه البنك الوقت بتاع لويس، وجابوا عربيه ودخلوا البنك واقتحموه واخدوا كبسولات الوقت وسابوا شويه للناس. وبعدها راح ويل وحط كبسوله لمرات بيلي صاحبه في سبت الغسيل، وحطوا كبسوله لواحده نايمه في الشارع، وراح بنك الحي وادوا باقي الكبسولات وطلبوا منه يوزعها على الناس المحتاجه. ليون في المكتب شايف في الوقت وهو بيتوزع على الناس، وخاف لان في عصابه بتسرق الوقت، ولما تعرف انهم جالهم وقت مش هتسيبهم. زي ما هنشوف فورس زعيم العصابه وهو بيوقف واحد وعاوز يسرقه، بس الراجل كان اشترى مسدس لانه بقى معاه وقت يعرف يشتري، وفورس لما لقى معاه مسدس قال له خلاص امشي، ولما مشي فورس ضربه بالنار. ولما مات نزل فورس يشوف الوقت اللي معاه، لقى معاه وقت كتير قوي، زعل انه ما سرقهوش واخد منه الوقت ده كله قبل ما يموته. لويس كان واقف بيتفرج على ويل وسيلفيا وهم بيسرقوا البنك بتاعه. ونروح لليون وهو رايح يقبض على ويل في شقته، لكن ويل هرب هو وسيلفيا ونطوا من الشباك ونزلوا فوق العربيه. ليون شافهم ونط زيهم وحصلهم وفضل يجري وراهم وكان هيضربهم بالنار، لكن نطوا وركبوا اتوبيس كان واقف. السواق كان عارف من الاخبار انهم مطلوبين، لكن ادوله وقت ومشي بسرعه قبل ما ليون يوصل لهم. بعدها راح ويل وسيلفيا فندق وطلبوا من الريسبشن تفضي كل الغرف وهم يدفعوا الفلوس كلها، وطلبوا منها ما تبلغش عن وجودهم، ولو جه حد يحجز تقول الفندق ما فيهوش اماكن. وفعلا دخل واحد يحجز والموظفه قالت له الفندق مليان، بس وقتها شاف ويل وسيلفيا وهم طالعين، وكمان فورس بقى بيدور على ويل وسيلفيا علشان عاوز الكبسولات اللي معاهم، وبقى يوقف الناس في الشوارع علشان يسالهم عليهم،
لدرجة انه قتل واحد قدامهم علشان يقول لهم انه ما بيهزرش. وقتها كان واقف الشخص اللي شافهم في الفندق، قال له انا عارف مكانهم بس تديني 10 سنين واقول لك هم فين. الاعلانات كلها بقت عليها صورهم، وفجأة بيدخل عليهم فورس ورجالته وبيمسكهم ورفع عليهم السلاح. فورس قال لهم انا سرقت ناس كتير لكن انتوا سرقتوا وقت الناس كلها اللي في البنك، وعمل اتفاق هو وويل انهم يلعبوا على الوقت. ساعتها ويل افتكر ابوه هو بيعلمه يعمل ايه علشان يكسب، وكل واحد فيهم بيبص في عداد الوقت، ورجاله فورس واقفين يتفرجوا. وفجأة ويل ضربهم بالنار كلهم وموتهم. وفي الوقت ده وصل ليون الفندق، وقبل ما يدخل كان ويل وسيلفيا هربوا. البنك قرر انه يرفع الاسعار ويعلي فوائد القروض علشان يعوض خسارته. ولما ويل عرف باللي عمله البنك قال لسيلفيا ان الناس مش هتعرف تعيش بالشكل ده، دول عاوزين مليون سنه يا دوب يكفوهم. سيلفيا قالت له طيب واللي يجيب لك المليون سنه دول؟ وقتها ابوها كان خايف على ممتلكاته وزود الحراسه على نفسه وعلى كل ما يملك. الحراس شافوا سيلفيا جايه الشركه لابوها فهددوها بالسلاح، لكن هي قالت لهم انا جاي اسلم نفسي وادي سلاح اهو. ابوها طبعا ما صدق انها رجعت وصدقها على طول. وقتها ويل جه من وراه وحط مسدسه على دماغه واخدوا المكتب بتاعه وخلاه يفتح الخزنه بتاعته، وكان فيها كبسوله بتدي مليون سنه. ويل فتح الخزنه واخد الكبسوله، وفايس قال له انت بتطول عمر ناس عايشه في معاناه، يعني بتزود المعاناه بتاعتهم، دول الموت راحه ليهم، يعني الوقت ده بيحتاجوا الناس اللي عايشه كويس، فبلاش تاخده وتدي للناس الغلط. ويل اخد الكبسوله ومشي هو وسيلفيا، وبعدها الشرطه طردتهم وقفلت عليهم الكوبري علشان تمنعهم يوصلوا للناس. لكن بنشوف ليون وهو جاي بسرعه عاوز يلحقهم. الشرطه كانت بتضرب نار على ويل وهو نط بالعربيه وعرف يهرب منهم، بس ليون دخل فيهم بعربيته. بعدها بنشوف ويل وهو بيدي البنت الصغيره اللي اسمها مايا، ودي كانت قابلته واداها وقت من عنده واداها الكبسوله وسلم نفسه هو وسيلفيا لليون. وفي نفس اللحظه البنك اعلن ان في وقت اتوفر، تعالوا اشحنوا. حصلت فوضى والكل بقى يجري وفرحان، وده خلى ويل وسيلفيا يعرفوا يهربوا من ليون في وسط الهيصه دي. وليون عمال يزق الناس علشان يشوفهم، بس هم خلاص انتهزوا الفرصه وجريوا. ولما جروا وراهم دخلوا مكان فيه حواجز. ليون راح وراهم وحصلهم. وقتها ويل قال له ان كل ده ملوش لازمه، لان عداد الوقت بتاعه هو وسيلفيا خلاص بيخلص ووراه ايده. لكن ليون كمان شاف عداد الوقت بتاعه لقى ما فيهوش وقت كفايه، وكان ناس يشحن ومات قدامهم، وهم كمان فاضل ليهم ثواني وهيموتوا. لكن ويل جري على عربيه ليون وكان فيها وقت واخده ورجع لسيلفي بسرعه واداها وقت، ولحقها ولحق نفسه بسرعه قبل ما يموتوا. ونرجع لفايس ابوها وهو بيقول للموظفين ان كل حاجه بيملكها راحت ويقدروا يمشوا لان معهوش رواتبهم، وكان فاتح الخزنه وهي فاضيه. وبنشوف السكان وهم ماشيين في الشوارع وسابوا الشغل وراحوا مدينه الاغنياء، والحال اتبدل والشرطه عرفت ان النظام انهار، والظباط سابوا اسلحتهم ورجعوا لبيوتهم، ومحدش بيطارد ويل وسيلفيا تاني، وهم لسه بيروحوا البنك وعاوزين يغيروا النظام الظالم والكل يعيش سواء فقير او غني. وهنا بينتهي ملخصنا الفيلم النهارده، ونشوفكم في ملخص جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان تشوفوا كل ملخصاتنا الجايه ان شاء الله. سلام.